تلك المنابر التي كانت تمجد لحزب البعث وللرجل الأوحد. هل كانت هاي الخطب هي تكتب من قبل المخابرات؟ أيديولوجيات المجتمع لن تتغير. نعتبر التلقين إليه قبل ما يصعد المنبر؟ كان يغير ثقافة هذا رجل الدين عن طريق الإعلام البعثي. شنو موضوع المنابر وبعض من رجال الدين الموالين لحزب البعث؟ الحركة البعثية كانت حركة مقصودة التخلص من الحوزات العلمية ورجالات الدين والطاقات. مخابرات يعني تصنع رجال الدين. كانوا هم بوق للنظام السابق. شنو هاي التعظيم بهذا الرجل؟ حتى يبقى هذا النظام جاذبا على قلوب العراق.